بحبك قلبي والله وانا بنساك. انا عايز تارجت التباين في الكاميرا كده، انا حر. طب يا شباب، عندنا النهارده تمرينه انتيريور جامده، بس قبل ما اخش في التمرينه انا عايز اوريك يومي كله ماشي ازاي من اوله لاخره. يعني من اول وجبه، انا لسه صاحي اهو، من اول وجبه لحد تحضير الشنطه وبحط في الشنطه ايه لحد التمرينه وما بعد التمرينه بقى. فانا اول وجبه هتبقى ايه؟ 80 جرام شوفان وسكوب ونص بروتين ما وقعش ده، سكوب ونص بروتين فانيليا من ماخ. لو عايز برومو كود خصم المانو 10 هتلاقي البرومو كود هنا، وهسيب لك لينك الويب سايت بتاعهم تحت. حاجاتهم مضمونه الصراحه. طيب ايه تاني هاخده قبل التمرين؟ كرياتين. ايه ده؟ هو لازم تاخد كرياتين قبل التمرين؟ لا، حقيقي لا. اي وقت، اي وقت تحبه، اي وقت تفضله في يومك كله مفيش مشكله. انا بربطه بميعاد، يعني انا بربطه، انا غالبا تمريني بيبقى بعد اول وجبه بنسبه كبيره. مع ان ده مش يعني مش هقول لك مش صح حاجه، هو يفضل يكون في وجبتين او على الاقل الوجبه تبقى تقيله، ولكن ده انا اتعودت على بقالي سنين. فباخد الكرياتين مع الوجبه الاولى عشان ما انساهوش. اوقات بانساه برضه، بضطر اخده قبل النوم. طب لما اخده قبل النوم ده غلط. مفيش ميعاد معين للكرياتين. ميكانيزم الكرياتين الفايده اللي بيديها لك تراكميه، مش زي البري ورك اوت مثلا. يعني اهو، مش زي البري ورك اوت اللي هو لازم قبل التمرين على طول. لا، هو فايده تراكميه جسمك بيتشبع منه، فبالتالي انت خده اي وقت مفيش مشكله. هاخده بس اخلص اخلص تحضير الشنطه وهاخده عشان مش لاقي الميه بس. اول حاجه في الشنطه طبعا هدوم هدوم اللي انا هتمرن بيها. الكوتشي انا حاطه خلاص، مش هطلعه تاني بصراحه. آه سكر دايت ايزي دروبس، دي المفتوحه ودول مقفولين، بس دي قربت تخلص خلاص، فانا اخد دول احتياطي معايا، يعني حصل اي نوش دي خلصت دي يعني عامه، فباخد دول معايا احتياطي. كده كده أنا معايا كذا واحده وبحطهم في كذا شنطه عشان ما اديش لنفسي فرصه. طب ايه الايزي دروبس ده اصلا؟ عشان انت لو مش عارفه، ده سكر دايت. يعني ده سكر دايت، النقطه فيه ها كده معلقه سكر، معلقه سكر في بقي كده خلاص. ما فيهوش افتر تيست، ما فيهوش طعم مراره اللي هو طعم مراره الرخم اللي بيبقى موجود في السكر الدايت ده. ده ما فيهوش. سعره كويس جدا. وبرده هسيب لك الويب سايت بتاعهم تحت لو انت عايز يعني تدلع نفسك. ده فيه 300 واحده، يعني 300 نقطه، يعني 300 معلقه سكر. فانت صفقه ربحانه الصراحه. هسيب لك الويب سايت بتاعه تحت، وبرده برومو كود مانو تاني يعني. يبقى كده ايه؟ ده السكر الدايت. البري ورك اوت، البري ورك اوت حاول ما تاخدوش كل يوم، يعني مش يوميا بري ورك اوت عشان جسمك ما يتعودش عليه. وهيجي برضه عليك وقت وهتبقى عندك حاجه اسمها كافيين توليرنس. لو انت بتاخد مثلا بري ورك اوت، البري ورك اوت ده فيه 250 مللي جرام كافيين. لو افترضنا انت بتاخد سكوب وبتشرب قهوه كوبايتين في اليوم، على كوبايتين شاي، على ازازه بيبسي دايت ولا شويه بيبسي دايت، بيبسي دايت فيه كافيين على فكره، مع شويه شوكولاته دارك، انت بتدخل كم كافيين مرعب في جسمك كل يوم. عامه الاف دي اي مصرحه انك معاك لحد 400 مللي. فانت لو خدت 250 من دول، فاضل لك 150 تمشي بيهم يومك كله. كوبايتين شاي على كوبايتين قهوه خلصوا كده. فهتيجي عليه في مرحله حاجه اسمها كافيين توليرنس. انا جسمي عنده بلاده، انا خلاص بقيت الكافيين ما بيحوقش فيا. فساعتها هتعمل ايه؟ وقف الكافيين من اسبوعين، من 10 ايام لاسبوعين، بس توقفه خالص. يعني زي ما قلت لك، لا كوبايه شاي ولا كوبايه شاي اخضر في كافيين، ولا كوبايه بيبسي دايت، ولا حته شوكولاته دارك. مش هقول لك بقى الكافيين الصريح اللي في بري ورك اوت ولا في القهوه، لا، في حاجات بتبقى متداريه. وقف. هتبقى شبه المدمنين انا عارف وبتهرش، ولكن لازم توقف الفتره دي عشان تبدا تحس بالبري ورك اوت تاني، عشان نبعد بقى الفتره دي. يعني عشان نبعد لما يبقى جسمك عنده كافيين توليرنس، نبعد الحبه دول، ما يبقاش كل شويه بيجي لك. ما تاخدش بري ورك اوت كل يوم. مش لازم، مش مطلوب منك تاخد بري ورك اوت كل يوم. لما تبقى تمرينه تقيله قوي، لما تبقى جاي من الشغل مرهق جدا، لما تبقى عايز خلاص انا فعلا مش قادر وعارف ان انا لو دخلت من غير بري ورك اوت ممكن ياثر فيا، ساعتها خد. انا هاخد النهارده، هقول لك ليه. وانا بحضر يعني، لان انا امبارح كنت في القاهره، انا اصلا من اسكندريه، كنت في القاهره. و كان عندي من 8 الصبح كنت في صد رد. يعني حوار صد رد اصلا عذاب، زود عليه بقى من 8 الصبح. رحت من هنا للسلام، ومن السلام للعبور، وقعدت الف شويه في العبور، جبت شويه حاجات، وطلعت من العبور على ماكسيم مول اللي هو المول في التجمع. لحد الساعه 8 كان عندي فرح عبد الله جمال في التجمع برضو. بس قريه كبيره قوي، يعني انت من التجمع للتجمع انت بتتكلم في 30 كيلو. 30 كيلو دي انت توديني من هنا لمحطه الرمل رايح جاي في اسكندريه. خدت انت اسكندريه رايح جاي كده. ما علينا. كبيره القاهره كبيره. المهم،
ففرح زفه، خلصنا زفه الساعه كام؟ 1 بالليل، انا من 8 الصبح بره. عقبال ما روحت وجيت هنا كانت كام؟ 5 الفجر. فانا جسمي مدشدش، نمت بس جسمي متكسر، فعارف ان التمرين النهارده ممكن ما تكونش احسن حاجه. المهم نكمل. ده رباط، ده رباط الركبه، ولكن انا بستعمله ركبه وكوع لان رباط الكوع صغير، انا ما باقدرش الفه لفتين على بعض، او عليا انا يعني، انا عشان برضو ايه، دراعي كبير شويتين، فانا مش بعرف استخدم رباط الكوع، فانا رباط الركبه ده بستخدمه ككوع برضو. شداد فيجر 8 ده مهم جدا تقريبا في كل تمارينك يعني، واستخدمته او ما استخدمتوش مش قصه، عشان بس الناس اللي بتقول لك انا ما بستخدمش فيجر 8 وعامل فورم، مش قصه، هو مش ازمه، ولكن هو بيسهل عليك ممكن في العده الاخيره ايدك تفلت مثلا، بتلعب في تمارين البوش مثلا، او تمارين الدفع يعني، تراي مسكت القبض او مسكتها بالفيجر 8 وحطيت الفيجر 8 كده، يعني مش هتبقى، مش قصه كبيره، ولكن على الاقل عزلت قبضه ايدك، فبالتالي انت لو اخر عد ايدك فلتت بدل ما تفلت، لا انت حطيت الحمل على التراي كله بس. فيعني هاتوا احتياطي برضه، ده من مفتول على فكره، ده من مفتول، لو برضه عايز تجيبه ابعت لهم، حاجاتهم نضيفه جدا الصراحه. انا مش هرشح لك اي حاجه على فكره مش نضيفه يعني، عشان تبقى عارف يعني، انا مش على فكره مفتول مش كاتبين منهم حاجه، انا عمري ما خدت منهم جنيه، ربنا يعلم يعني، بس انا يعني بنصحك كده لله. فانت لو عايز تاخد من مفتول هات قفل عشان اللوكر، طبعا ده اهم، يمكن بص شايف كل ده، شايف كل ده، دي اهم حاجه، والله العظيم دي اهم حاجه، دي اهم حاجه في الجيم كله عامه. ما علينا يعني، عشان الواحد بيشوف عذاب. فرشه، خد بقى مني التركايه دي، هي مش تركايه، هي حاجه غلط انا هعملها دلوقتي، ولكن انا مش عايزك تقلدني. انا دلوقتي هاكل وجبه حلو، والمنطقي ان انا اطلع على التمرين على طول، مش هيحصل، انا هروح اعمل مشوار وارجع على التمرين، فبنسبه كبيره هجوع، حتى لو انا اقدر ادي في التمرينه، انا كمان لو جعان قبل التمرين بنسبه 10% مش هعرف اتمرن، حتى لو انا عندي يعني انا مدخل مصدر كارب كويس، لو خدت مكمل كارب، انا مش هاخد مكمل كارب النهارده، بس لو خدت مكمل كارب وسط التمرين، لو انا جعان مش هعرف ادي في التمرينه كويس، فهعمل ايه؟ هجيب من ده. تعمل زي لا يا مانو، انت بتعمل لا يا ابني، ما انا هقلدك لا، لا انا بقول لك اهو لا، ليه؟ لان رقمه انا مش ضامنه، يعني هو اي حد يقول لك بيكد مش عارف ساور دو لايت اون ذا ستومك، انت كده صدقته؟ مش منطقي، فانا ما اعرفش. هي الفكره ان انا اخترت ده ليه، مع ان والله ما اعرفش الشركه اسمها ايه، تويسبي، ما علينا يعني، ارقامه منطقيه، يعني لما يبقى كيس فيه 50 جرام فيه 250 كالوري منطقي الى حد ما، ولكن ما اضمنهوش بربع جنيه، ما اضمنش الارقام دي بربع جنيه عشان تبقى عارف بس، لا الكالوريز اللي فيه، يعني ده فيه 12 جرام فات منطقي ماشي، ما تجيش تقول لي بقى فيه 2 جرام فات، هقول لك حمرا، يعني لو قلت لي فيه 2 جرام فات، في جرام ونص فات، زي البروتين بارز كده يقول لك 30 جرام بروتين، 0 جرام سكر، 0 جرام كارب، وانت يعني اذا كان لو كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل، مش منطقي، في ناس بتروح للكلام ده، ولكن هو مش كلام منطقي، فالارقام دي الى حد ما معقوله. المفروض ان هو معمول بالبروتين اللي فيه بروتين عدس، ومعمول بالذره، فيه بروتين صويا، يعني ما علينا يعني، في زيوت نباتيه ده مش صح، زيت عباد شمس، زيوت مهدرجه، زيت نخيل، عدس مجروش، ما علينا، ما اعرفش الشركه دي ايه بصراحه، انا بقول لك حتى ما تجربهاش يعني، ما تعتمدش الكلام ده. يوم اتزنقت قوي زنقه يعني ما يعلم بالله ربنا، وعايز اقول لك عارف الصح؟ الصح ناخد اكل معايا، يعني الصح ان انا اخد اكل معايا، اخد وجبه معايا، ده الصح بصراحه، هتكلم في معقول بقى، بص انا مدرب اهو، الصح ناخد وجبه معايا، عارف ان انا هطول، اخد وجبه معايا في التمرين في الشنطه، بحيث ان انا ايه، اطلع من المشوار اللي هعمله واطلع اكلها واطلع اتمرن، او اكلها واقعد اريح شويه واطلع اتمرن مع كوبايه قهوه مثلا او مع بري ورك اوت، لكن ان انا اعمل ده عك، ده عك، بس انا يعني انا صريح معاك للاخر، فممكن احطه في الشنطه من غير ما اقول لك، لكن انا هعمله. المايك عشان هنصور فلوج النهارده، وازازه الميه، واخد الشاحن معايا احتياطي عشان الموبايل ممكن يفصل، بس خلاص كده، والترايبود طبعا اللي بصور بيه ده، وخلاص كده انا تمام، انا ضن، يلا اشوف التمرين. انت كده بقى انت مجرد في الكاميرا وخلاص. اسخن الروتيتور كاف كويس قوي، وخاصه جنب اليمين، بس طبعا مش هينفع اسخن الجنب اليمين بس من غير جنب الشمال يعني، فاحنا بنسخن كويس قوي قوي. لو انت بتسخن يعني 50%، انا ممكن اسخن 200% عشان حوار كتفي ده، لان هو عامل لي ازمه كبيره قوي، وخاصه بقى في تمارين البوش، تمارين الدفع كلها، اي تمرين بوش، وانا طبعا في الانتريو هلعب بوش، ان هلعب صدر عالي، هلعب صدر فلات،
اي تمرين بوش او اي تمرين فيه دفع بالنسبه لي ده بيعمل لي ازمه كبيره قوي، فلازم اسخن الدكتور كاف كويس. وبعد كده اي تمرين هخشه هسخنه كويس. يعني اي تمرين زي مثلا دلوقتي اهو العب الشيست العالي، العب الشيست العالي على البريس. فاي تمرين هد اي تمرين هلعبه بعد كده هسخن مثلا مجموعتين او 3، بعد كده اخش بالتوب سيت بتاعتي. طبعا مجموعتين او 3 دول ما بيتحسبوش في التسخين، يعني ما بيتحسبوش في العد، ما بعدهاش. ايه رايكم في الحته دي؟ والله جامده، لسه ما عملناش بامب بس جامده. انا فاقعها من استنى، من الراجل اللي قاعد هناك ده، فاقعها منه. ومش عارف يعني هو عشان ضعيف وعلى قده يعني، فمش عارف ياخد مني حق ولا باطل. يا عيني على قده. ممكن تقول لنا هنبدا ايه؟ استنى بس انت هتصاحبني ولا ايه؟ هتصاحبني انت هتاخد معايا وتدي معايا في الكلام كده ولا ايه؟ احنا عندنا انتيريور. حلو. هنلعب ايه؟ هنلعب مكنه الانكلاين دي. مش انت جايبها عادي يعني، مش انت جايبها المكنه دي بيقولوا ان هي صعبه فشخ. فشخ. صعبه فشخ، تقيله يا جدعان، تحمل في وضع الاستطاله. فعندنا تمرين انتيريور هنبدا. لا ما لسه هشرح. معلش معانا المدرب الجديد. على حسب الوزن فين يا صاحبي، حسب الهنج او المفصله فين، والوزن فين، وانت فين. خد خط من الوزن ونزله على الارض، خد خط من الهنج وحطه على الارض، وشوف موضوعه من كتفك. شفت كل ده؟ شفت الخطوط دي كلها؟ تفتيح. هنبدا الانكلاين، وبعدها هنخش ضمه. وبعدها هنخش فلات. وبعدها هنقول بقى يعني خليها عشان بس تبقى سسبنس، يبقى واحده انكلاين واحده ضمه وواحده فلات. هنسخن كويس، ما تقفلش الفيديو. هنسخن كويس وبعد كده نرجع لكم تاني. ايه في الفيديو هنسخن في التمرين ده 3 مجاميع، لكن في الفلات بريس اللي جاي هسخن مجموعتين بس. انا هي اوريدي سخنه يعني، بس انا برضو بسخن احتياطي. عامة في التسخين ما تقربش اصلا للفيلير. يعني انت على الاقل هتسيب مثلا 5 او 6 عدات في التانك، هتسيب حبه حلوين. طبعا اوزان تسخين مختلفه عن اوزان تسخين اي حد. يعني انت ممكن تلعب، ممكن يكون ده بالنسبه لك وزنك بتاع التمرين اصلا، تلعب ب 30 او يا عم عشان ما تزعلش مني يعني العكس، انا بلعب مثلا ب 60 كيلو انت بتسخن بيهم ايا كان يعني. فانت حدد وزن تسخينك يكون مثلا 50% او 70% من الوزن اللي انت هتلعب بيه في التوب ست. بص انا مثلا فاضل لي كام؟ فاضل لي بتاع 6 عدات في التانك، لسه فاضل لي 6 او 7 عدات هسيبهم. ما تحزقش في التسخين، لان مجموعه التسخين دي اصلا ما بتتحسبش. انا هسخن مجموعه كمان، هزود 10 و10 وهسخن مجموعه كمان، وبعد كده هنبدا نعد بقى. نبدا نعد مجموعتين تلفلي. اقعد زي الناس، اقعد زي الناس كده. يلا 1 2 حسين. ايه اللي بتلعب ب 60 كيلو؟ اقول لك على حاجه، انا اللي جاي هسخن 15 و10. العبوا انت مجموعتك يعني اللي هسخن بيه العب انت بيه. ما تشخصناش كده، ما تخلعش، ما تشخصناش، ما تبقاش عبيط. طيب ماشي، انا عايز 6 نص. جبت نص من 6. يعني ما تشيلش شخصنه عادي، نزل. انت ضعيف على قدك، ضعفك الشيست يا بيه، فضحك ضعفك الشيست. شغال لسه تسخين برضو. ها دي اخر مجموعه تسخين بالنسبه لي. هجيب او مش هجيب، انا لسه ما اعرفش هجيب كام. انا هسيب 4 في التانك، يعني هبقى قادر اجيب 4 كمان ومش هجيبهم. فاشوف بقى كده هجيب كام. ممكن اجيب مثلا 4، ممكن اجيب 4 حلوين. يلا لا والله ممكن اجيب 5 كمان. 1 2 3 4 5. ايزي حلوين. كل واحد يا يوسف، كل واحد وليه سعر. سعر التيشيرت ده، قول سعرك. الشطاره انك تطلع باحسن سعر ممكن من الصفقه. قول عايز كام؟ يلا عشان ايدك هتنشف. عايز كام بس؟ عايز كام؟ ايدك هتنشف. اخلع ايزي اخلع. جود بوي. لسه بدري. لا
اطلع اطلع. نزل واحده ونزل واحده ونزل واحده. نزل واحده من عندك، نزل واحده من عندك. يلا. 1 2 ايزي. 3 ايه 4. لسه 2 كمان. بص التيشيرت مش حلو عليك. تيشيرت جامد عليا، مش حلو عليك. تيشيرت جامد عليا، تيشيرت جامد عليا، مش قادر. التيشيرت حلو، التيشيرت حلو مش قادر تشيل الوزن عشان مش اكل كويس. لكن انا ده مش معايا. بس بص البامب ما شافونيش وانا بعاني. تاني زاويه ضمه سخن فيها كويس قوي برده. 3 مجاميع تسخين ومجموعه واحده توب 6. وما تلعبش في الكاميرا بعد اذنك. انت راسك مش باين. ماشي العب في الكاميرا عادي. هلعب 3 مجاميع تسخين ومجموعه واحده توب 6. 1 3 4 5 6 7 8. انا بحزق ليه؟ مش مستاهل حزق اصلا. يلا اللي بعده. انت عارف ان انا مشفق عليك جدا. امبارح كنت في فرح واحد صاحبنا عبد الله جمال غني عن التعريف وما شاء الله سالك الى ابعد الحدود. في نفس الفرح ده كان شله، يعني شله 3/4 السوشيال ميديا كانوا موجودين في الفرح. كنا بنتصور ونضحك وبتاع. جات لي رساله من شخص واحد كده بس، جات لي رساله ريبلاي على الستوري عشان احنا مصورين كلنا مع بعض. يعني انتوا ازاي سالكين لبعض كده وانتوا في نفس المجال؟ نصيحه مني ليك بقى، لان انا عارف ان انت بتفكر التفكير ده لان انت واحد مش سالك. واحد فاكر ان الرزق في برطمان، رزقك في برطمان. فلما تنصح حد نصيحه محتاجها مثلا او تسلك لابن كارك من الاخر، فهو هياخد من البرطمان ده. يعني المدرب ده لو نصحته بنصيحه معينه فهو هياخد من الكلاينتس بتوعي. الرزق مش كده، الرزق بتاع ربنا. بص بعينك انت، لو انت سلكت لابن كارك شوف الرزق هيبقى عامل ازاي وهيقع عليك ازاي. رزق انت مش عامل حسابه اصلا خالص وهيجيلك. ليه؟ لان انت نصحت واحد، فتحت باب رزق الواحد حتى لو بشكل بسيط. اصل مش انت الرزاق، انت سبب. خليك سبب. يعني ادعي كده وقول يا رب ابقى السبب في فتح رزق. فلما تجيلك الفرصه وتلاقي ان ابن كارك محتاج نصيحه حتى لو ما سالكش اديها له. او تبقى سالك في العموم حتى لو مش ادي نصيحه. اسلك، حب الخير لغيرك. انا فت ناس ولاد كاري كانوا محتاجين مساعده، فتهم. لو انا فكرت تفكيرك هو هياخد من الكلاينتس بتوعي. ونفس الكلام برضه في مدربين تانيين اخواتي نصحوني نصايح فرقت معايا في شغلي. هل ده معناه ان النصايح اللي هم ادوها لي خدت انا من الكلاينتس بتوعهم؟ خدت انا من شغلهم؟ خدت انا من رزقهم؟ بالعكس، انا متاكد مليون في الميه ان اي حد نصحني نصيحه هو انعاد عليه برزق. واي رزق عندي دلوقتي الحمد لله فهو سبب من الاسباب ان انا نصحت حد تاني. فاسلك لابن كارك وشوف بعينك الرزق هيبقى عامل ازاي. في تسخينه برضو بالنسبه لي، دي كده تالت مجموعه تسخين. اللي جاي هلعب انا كده مقفل، يعني سايب 4 بلاطات في الراك ومنزل الترتيب. فكره المكنه ده خفيفه اصلا. ف دي تسخينه برضو بالنسبه لي. واللي جايه بقى تبقى مجموعه الشغل الوحيده في الضم. ما شافونيش وانا بعاني. ويقول لك انت احنا بنطول ليه في التمرين؟ يعترض ان احنا بنقعد 3 ساعات في التمرين. ليه بنقعد 3 ساعات في التمرين؟ انت لو بتتكلم في جيمات في الجيمات عامه، جيمات اسكندريه مع احترامي لكل جيمات اسكندريه لا تقارن بجيمات القاهره. لا تقارن بجيمات القاهره. طبعا. لا ايه؟ جامد صح؟ تيشيرت جامد قوي صح؟ خدته خلاص. انا خدت التيشيرت ده. ما تبصليش كده، خدت التيشيرت. اقلع التيشيرت ولا ايه؟ طلعت التيشيرت. دي كده تاني مجموعه تسخين. هسيب 6 عدات في التانك حسب بقى ما تيجي. ممكن اجيب 8 مثلا. 2 3 4 5 6 7. 8 حلو.
انت مش لازم تعمل اللي انا بعمله ده، انت مش لازم تسخن بالمجموعتين وبالثلاثه في كل تمرين، ما انت لسه لاعب شيست عالي، فعادي عدي 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 عدي، لا عدي 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 يا عم عدي. ماشي. خليك يا صاحبي محترم مع الناس، والناس لما تيجي تعدي عدي انت كده عادي. انت لا، انت ما تعديش بالجوانتي اللي انت لابسه ده. ما ليه جوانتي؟ خلي بالك بيقلل التستوستيرون. والله بيقلل اسمع مني، هتلاقي التستوستيرون بيقل. جرب كده عشان كده شعرك ابيض. عشان كده ايه؟ لا كوع حاجه وجوانتي حاجه. كوع انا بحمي مفصلي، بحمي المفصل. لا انت بتعمل ايه؟ انت مش عايز دي صح. فانت مش لازم تسخن عدد المجاميع اللي انا بسخنه زياده ده. انت ممكن تسخن في اول تمرينه بس شيست، لو هتلعب شيست تاني ممكن تسخن مجموعه واحده، انا سخنت مجموعتين وممكن اسخن الثالثه كمان. انا عشان مشكله كتفي، انا عندي مشكله في كتفي كبيره، انا عندي المفروض ان انا اعمل عمليه خطاطيف وتثبيت مفصل، لان انا كان عندي خلع مرتين، ده اللي طلعني اعفى على فكره، كتفي وركبتي اتخلع مرتين وقطع وترين، وكان لازم وكان عايز اتكلم يا ابني، وكان لازم اعمل عمليه، ولحد دلوقتي لازم اعمل عمليه، واكيد ما ينفعش تعمل زيي يعني. بس عامه لو انت في حالتي وعاندت نفسك برضه فانت لازم تسخن كويس قوي. طبعا ما انصحكش تعاند نفسك، لان انت اللي هتتاذى في الاخر. هقفلها بس اطلع معايا اول طلعه، بس اول طلعه. عايزه جيم بين بتاع الدور. جايب هو قال لي انا عنده، بس ما اعرفش الصغيره اللي بتخش في الماشين دي لسه ما جابوش. هي كان عنده، بس ما جابها هنا ولا لا ما اعرفش. انا امبارح ما اتمرنتش معاه. سيب الكرسي عالي ليه؟ بتعمل ايه؟ ايدك فين؟ نزل بس ايدك فين؟ انا مش قاعد على الكرسي ده. وسع من قدام. لا خفيف انا عايز جيم بين. وبعدين طب في الجمدان اللي احنا مقفلين بيه الماشينز ده، عارف ليه؟ مش بتلبس جوانتي. لا تيشيرتايه. طب ما على كده تيشيرتات راجل. تيشيرتايه سبب، مش تيشيرتات راجل لا. في الكوره دي بنعمله تقعد تصوت دلوقتي. ايزي بقى، انا عايز ستة. 1 2 3 كمان يلا. مسألة حياة وموت. 4 انا عايز 2 كمان. انا عايز واحدة كمان. خدتك عليك يلا. انا عايز واحدة كمان. انا عايز كده. فاضل لي مجموعة واحدة بس شغل في الفلات والشيست كده شكرا. مش هلعب شيست تاني النهارده. فاضل لي بعدها كتف امامي كتف جانبي. هلعب الجانبي الاول لان انا الجانبي عندي مش اقوى حاجه. هلعب الجانبي الاول وهفنش بسكوات سميث. طبعا دي تمرينه واحد المفروض اكل كويس، بس ما كانش كويس. وانا كنت صريح معاك من الاول، كنت ممكن بقى ارسم عليك دور المثالي يعني، وان انا عادي في ابس اند داونز. انا ما اكلتش من الصبح كويس وعندي الظروف ما كانش ينفع ان انا اعك. خلي بالك انا اخر اليوم هكمل سعراتي واكمل احتياجي واكمل كل حاجه يعني، انا مش هعك ما عكتش في الدايت. بس مساله ان انا اقعد كل ده. بص الساعه كام؟ الساعه 12. انا نازل من بيتنا كام؟ نازل من بيتنا 3 العصر على الوجبه اللي قلت لك اللي هي بتاعت الشوفان والسكوب بروتين ولا سكوب ونص بروتين والبتاع العبيط اللي هو الشيبسي الدايت ده، المفروض انه دايت طبعا. واتمرن انتيريور بالاوزان دي يعني، ده هبل يعني، ده هرتله بس. وخلي بالك انا ما خدتش بريك النهارده لان لقيت ان الساعه وقت اتاخر، فهسهر جامد وما عملتش حسابي في بري ورك اوت اللي هو الديكاف ده. ف ركنته النهارده اوت بري، اعتمدت على كوبايه قهوه بس عشان اعرف انام. قفل لي انت، مش هقفل. لا مش هعمل لك بلو، خليه هتعلي الريتش. كام عد؟ لا قول لي انت جيب كام عد؟ معدى 15. لا صعب 15 مش للدرجه. كام 8 تقريبا. بس انا فولير كده عاوز 12. ايز ايه بوش هو ده. هتلاقيني بقى بعمل كده فبلاها احسن. تقريبا اضعف حاجه عندي هي الكتف الجانبي
فكان المفروض ان انا ابدا بيها اصلا، ولكن انا لو قعدت كتف جانبي انساني في البريسات، مع ان البريسات شغاله اكتر كتف امامي. انا كده يعني، عشان كده بقول لك في فروقات شخصيه. عامه دي تسخينه، هسخن مجموعه واحده وهلعب مجموعتين وركينج ست، مجموعتين شغل. دي لما تيجي تظبطها، انت لو لعبتها من تحت خالص مش مشكله يعني، مش قصه يعني، لو سبتها تحت خالص، ولكن الافضل انك تبقى في مستوى كف ايدك. تشوف كف ايدك فين او قبضه ايدك فين، تبقى في نفس المستوى كده وتلعب. دي تسخينه طبعا. بس انا ايه، اولا احنا بنسخن عضله، ثانيا بتشوف سيت اب الماشين نفسها. لو ماشين فيها سيت اب رخم، فيها سيت اب نعلي ونوطي والكلام ده، فتبقى في مجموعه التسخين ما تبداش تعلي وتوطي في مجموعه الشغل بتاعتك. اوه واو. بص انا بلطين يعني، دول كام؟ دول 25، دول 12 كيلو، 25 باوند. كيس شد، كيس شد جامد. هيربط لي مسمار ب 400 جنيه. يعني انا هربط لك مسمار ومش هربطه لك حلو واخد منك 400 جنيه. ليه بتربط لي مسمار؟ ايه مسمار مركب ولا ايه يعني؟ مسمار عباره؟ ده برعي صباح الفل. وكمان يومين عمل. انا بكلم في بنك، يومين عمل، وهيبقى البوش هو هيبقى نفس البوش، مش فيش تغيير. و400 جنيه. انت ازاي ما قلتلوش لما قال لك 400 جنيه قلت له تشدني؟ ستة، سبعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ستة. واو. يلا دور مين؟ صح ما اسمعش اصلا انت قلت ايه؟ انت ما بتغلطش حاليا، انت ما بتغلطش عشان تشتري معايا. قول كده عشان انا ادخل الناس في البتاع. تعالى اسال والله بجد، يمكن الناس تستفاد. اسال يا صاحبي، قول يا صاحبي سؤالك، قول سؤالك. دلوقتي انا مروح، المفروض ان انا اكل ماشي بص للكاميرا. وانا هنام. مروح ماشي، هتنام دلوقتي وبعدين؟ بالظبط. فبطني هتقلب لما اصحى الصبح عشان هاكل وانام. ما تاكلش حاجه تقيله. هتاكل ايه؟ هاكل رز وفراخ. تاكلش طيب، تاكلش رز فراخ. اكل ايه طيب؟ سكوب بروتين وسكوب كريمو فرايز من عند دماغ. خد برومو مرتين. انت تنام الساعه كام؟ هرجع انام. فاضل لك قد ايه بالظبط؟ كام كالوري؟ فاضل لي 150 رز و200 فراخ. 150 رز بعد الطبخ؟ بعد الطبخ؟ طب ده تقيل يعني، ده كلام تقيل. امال انا فاضل لي 1300 كالوري. 1300 فاضل لي 1450 كالوري. انا فول 1300 اصلا. 1450 كالوري. انا فاضل لي سعرات يومك. لا اسمع الكلام، انت كده لو هتعمل كده كتير سيبك من الفراخ. الفراخ ممكن فراخ عادي، بس هات لك يا كريمو فرايز يا مكمل كارب. مش هنجيب مكمل كارب، هنجيب فراخ. هات كريمو فرايز، هات كريمو فرايز. لو عايزني ابيع لك انا واديك يا عم لا انا بجيب، هديك 20%. هنجيب قطر. الاز إز. ايزي دروبس، احلى سكر ده من غير افتر تيست. خد برومو كود مرة. فاضل لي كتف امامي كده، فاضل لنا كتف امامي ومجموعه رجل، مجموعتين رجل. خش سكوات مجموعتين سكوات مجموعتين، والكتف الامامي دي، وبعدها هخش واحده بس باي، مجموعه واحده بس باي. اسخن كويس الاول، بعد كده هخش مجموعه واحده بس باي. انا الدراع عندي مش نقطه ضعف يعني، هتقارن الكتف بالدراع، الكتف اضعف بكتير، فمش منطقي ان انا افضل ادي فوليوم للباي والتراي. عارف انا المفروض اصفره. انا اصلا المفروض اصفر الباي، ولكن ما بيحصلش. فانا عشان انا برضه بحب العبها يعني، فعلى الاقل بخش مجموعه واحده. تعالى بعد اذنك ظبط لي الكاميرا، بعد اذنك ظبط لي الكاميرا. مش هاخد فلوس على الكلام ده، مش بعبجك يعني. تاخد فلوس اشتغل على اساسها يعني. في الكتف الامامي لو بتلعب رفرفه كتف امامي فرونت ريز، احسن تمرين، احسن وضع ليه انك تجيبها من ورا كده زي ما انت شايف، وتطلع 30 درجه يعني. كده دي اكتر شويه من 30. تيجي من ورا 30 اهو. طب انا ليه ما العبش لفوق؟ عادي العب لفوق، مش قصه، فرق عبيط جدا. ولكن انت لما تطلع فوق ال 30 انت بتحفز اكتر الشيست العالي، فانت عايز تارجت الكتف الامامي، فهتجيبها من ورا كده بس ما تفصلش يعني، ما تعملش كده وتفصل، لا يعني انت لسه برضه في تنشن على الكابل،
فتطلع قدام خطوتين وتطلع 30 درجه وترجع تاني. بس كده انا حر. هيجيبوا يحط، انا عادي العبها حر بقى، حطه لنفسك. وتلعبها انت حر؟ انا بلعبها حر على طول، انت تحطه لنفسك. يا عم انا هحطه لك، انا وسع احطه لك، انا وسع احطه لك. اسمع مني، لا وسع احطه لك. لا حطه هحطه لك، لا والله اسمع مني معلش، زي الكلب حطيته لنفسي. كده هي المجموعه دي، شكرا. بدات افرهد جامد. 1 2 3 4 5 6 7. ميزه الجيم هنا، الجيم اللي انا بتمرن فيه ده، ان هو 24 ساعه، يعني احنا دلوقتي الساعه 1 اهو. انا مش شايل هم بقى ان ممكن الجيم يقفل، ممكن يحصل حوار، ممكن يقفلوا النور، الكلام اللي كان بيحصل ده. هو 24 ساعه خلاص. اجي انا في وقت زي ده كده اصور براحتي، مفيش اغاني، مفيش حوارات، مفيش قصص، مفيش حد يعادي قدام الكاميرا. لسه بدري لسه بدري لسه بدري لسه بدري. انا حاسس بيك عامه وفاهمك، وفاهم ان انت عندك مشكله كبيره قوي في حوار الانجلد سميث. عندك السميث بتاعك مايل بالطريقه دي كده، ومش عارف لما تلعب سكوات احط وشي فين، احط وشي بره ولا احط وشي جوه ولا احط وشي احط وشي منك فين يا اخي؟ احط وشي فين، بره ولا جوه؟ وغالبا بتخليها جوه في وش المرايه وبتستسهل، يعني لا، حسب انت عايز تارجت ايه. انا هحط لك صوره هنا كده تفهمك اللي انا بقوله دلوقتي، بس يعني حاول تركز، مش لازم مصطلحات علميه، المهم انت يعني بالبلدي او باختصار اهو، عايز تركز على الكوادز خلي وشك لبره عكس الميل. لو عايز تركز على الهب وعلى الخلفيات اكتر خلي وشك لجوه، اعكس نفسك. عايز بشكل علمي او تفهم اكتر شويه، فرق حاجه اسمها مومنت ارم وحاجه اسمها لاين اوف فورس. لاين اوف فورس ده اتجاه الوزن لو سبته يقع فين، اتجاه الجاذبيه. والمومنت ارم انا هحط لك حتى زي ما قلت لك صوره هنا كده عشان تفهمك، الخط اللي موصل المفصل، نقطه عند المفصل ونقطه بين اللاين اوف فورس، وخد الخط ده. انت عندك نقطه، عندك هنا نقطتين او عندك هنا مفصلين بيتحركوا، الركبه وتيك اللي هي الهب. فانت عايز تطول المومنت ارم اكتر فين؟ عايز تطول المومنت ارم اكتر في ناحيه الركبه عشان تركز على الكوادز، ولا عايز تطول المومنت ارم اكتر في الهب عشان تركز على الهب وعلى الجلوتس اكتر؟ فحسب انت عايز ايه. بتلعب السكوات ليه دلوقتي؟ عايز تركز زي ما انا عايز اركز دلوقتي على الكوادز اكتر او على الاماميات اكتر، فعايز اطول المومنت ارم ناحيه الركبه اكتر، فبالتالي هلعب في وشي بره. يلا ما بلاش بقى، ما بلاش بقى شغل الناس اللي مش كويسه ده. كوتش يا عم، ده كوتش ده على قد خالص يا ابني، تسيب ما عيب بقى. وجوانتي وجوانتي انت لابس جوانتي ليه؟ انزل كمان سنه، سنه كمان، سنه كمان والله تيجي اقف وراك. فاضلك واحده صح؟ لا تلعب واحده كمان، سنه كمان سنه كمان سنه كمان، اقف وراك. خلي بالك في داك عادي، يعني في بتاع، مش تقع عليك يعني قللتها زياده يا جدعان كده، واحده كنت انا معليه. صعب، انت لو رميتها خالص هتقع انت وهي مش هتقع عليك، فيعني امان برضه. انا بقول لك انت كنت عليك. كفايه اللي انت عامله ده اصلا.
انزل معاك انا، انزل. يلا انزل يا عم. ما تنزل، يلا في ايه مالك؟ في حد بيغتصبك ولا ايه؟ ما تنزل يا عم. باك قلبي والله وانا بنسى بدل الله معك قلبي. يلا طيب هات الريموت. انت نزلت لي ليه كده؟ انت لا خلاص خلاص هتعامل. هات بس 15 كمان. انا بقالي كتير قوي ما لعبتش السميث. كنت بلعبها بلغاريان بس. كرسي. وما اعرفش الوزن ده هيبقى ايه بالنسبه لي، يعني ما اعرفش تقيل خفيف، ما اعرفش. احط 15 كمان عامه ونشوف. ليه حاسس ان في فاينل ديستنيشن وبتاع ممكن يتكسر ويقع على دماغي يفلق نصين. ممكن يعني اللي يوقع اللي فوق يوقع اللي تحت عادي. ممكن عادي، ممكن السميث كله ينهار، فاهم؟ معاك قلبي وبلاك بيصور احمد حسين. رباط مهمه بجد، لو انت عايز تاخد الموضوع للاكستريم اصرف. انا عارف ان دي انت هتقول لي دي لعبه فلوس ولعبه صرف ولعبه، بس انت مضطر. عارف مضطر في ايه؟ ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك باللي هو عارف انت النظام اللي انا بدات من الصفر، كان صاحبي بدا من 6 صفار والكلام ده. ولكن هي موضوع اولويات. اولويات بس مش اكتر. شوف اولوياتك انت حاططها فين. انا رجلي بدات تنمل فانا ابدا اقوم وانا بتكلم. شوف اولوياتك انت حاططها فين. ما انت ما تجيش تصرف لي في قهوه وفي عبط وفي ضحك تاكل هنا وجانك فود هنا وتيجي في الرباط اللي بقول لك عليه 300 400 جنيه اللي هيقعد معاك حبيبي كوتش. اللي يقعد معاك هيقعد معاك حبه حلوين، يعني ده بقى له معايا سنتين اهو. بدا الشد بتاع الريزيستنس بتاعته تضعف شويه، فانا غالبا هجيب واحد قريب. ولكن سنتين كان بكام؟ ب 400 جنيه. هو كان جاي لي جيفت كده كده، بس انا بكلمك هو كان بكام؟ 300 400 جنيه. فانا هات اصرف على الموضوع ده. غير اولوياتك. لو اولوياتك 400 جنيه دول بتصرفهم في قعده كافيه، لا دي حاجه هتقعد معاك سنتين هتفيدك في التمرين. سواء بقى في تمارين البوش هتجيب رباط كوع، هتجيب فيجر 8 ستراب، هتجيب رباط ركبه، هتجيب حزام نظيف عشان ما تتصابش. اصرف في الموضوع ده عشان بجد هيفرق معاك فرق شاسع. بسم الله. ايه هتيجي كام؟ 1 2 3 4 5 6 واحدة كمان. انا بعمل ايه؟ الباليه اللي بلعبه ده بتاع 7. واخيرا وليس اخيرا، اخر تمرين النهارده في الانتيريور. انا تعبت النهارده على فكره. النهارده يوم تمرينه مرهقه مع ان الاوزان فيها مش جامده يعني، ولكن الفكره الحركه الخرا اللي انا عملتها دي اللي هو المشوار. فكره المشوار طول. انا ما كنتش عامل حساب الحوار ده خالص. انا عامل حساب ان انا هتمرن هنا 7 مثلا، فاهم؟ بس وقت واحده. فانا يعني ده غصب عني، مش معمول حسابه. ولكن مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انت لازم تحضر اكلك معاك وتاخد وجبه معاك على الاقل لو انت عارف ان في ظروف. عامه زي ما قلت لك ده اخر تمرين خالص. الباي انا هلعب وركينج ست واحده وهسخن واحده اهو. انا لحد انا بعمل كده رفعها ليه لحد اخر التمرينه، او بقول لك اخر مجموعه اهو انا بسخن. لان انت خدت بالك انت الباي مش شغاله في اي تمرين انا دخلته. شيست، كتف امامي، كتف جانبي، الرجل. فين الباي اللي شغاله؟ فانا لسه ببدا اسخن في اخر التمرين. عشان كده بقول لك انت لازم تسخن كويس وتركز في حوار التسخين ده. واحد 2 3 4 5 6 كده خلاص التمرين دون. هطلع العب من 20 ل 25 دقيقه كارديو. مفرهد ومش قادر وجايب اخري، بس هلعب كارديو. فده المطلوب، ان انت لما تبقى جايب اخرك خالص
اوصل لليفل ان انت لما تخش تنام تبقى عارف ان انا فعلا مفيش حاجه تانية اقدر اقدمها، خلاص شكرا، انا مفيش 1% كنت اقدر اقدمه، انا حاليا مفيش 1% اقدر اقدمه، عشان تبقى عارف انا فعلا مش قادر العب كارديو بجد. اليوم النهارده كان طويل بطريقه انت يعني انا عشان ما صورتلكوش اليوم التفاصيل اللي في النص دي، ولكن اليوم طويل، خاصه ان انا امبارح كنت بقول لك في فرح وسفر، كنت من 8 الصبح ل 5 الفجر تاني يوم، بره في القاهره، ويوم صد رد ومواصلات مش بعربيه، كانت ازمه، فاصلا انا مكسر جسمي مدشدش، فزود علينا اليوم النهارده تقيل ومش اكل، ولكن هلعب كارديو. هتلعب كارديو، هتعمل اللي عليك، يعني انا المفروض العب 25 دقيقه، 25 من 20 ل 25 دقيقه، هلعب ان شاء الله من 20 ل 25 دقيقه اكملهم للاخر. فالمهم مش عارف لسه اصور لك بقى لما اروح ولا لا الصراحه، بس غالبا هصور لك اخر وجبه، يعني اللي هي وجبه اللي هي الوجبه اللي فيها توتال الكالوريز بتاعتي كلها، وخلاص كده هنضرب بقى ال 1500 كالوري اللي مره واحده دول، حوالي 500 جرام بطاطس، 200 جرام لحمه، 370 جرام قريش، فلفلايه ورغيفين عيش، واظن احنا العيش ده اتكلمنا فيه قبل كده فمش هنتكلم فيه تاني يعني. زي ما قلت لك ده يومي، ده اكلي، انا مش بتجمل قدامك، مش زي بقيه السوشيال ميديا اللي هو انا في حته بمثل عليكم او بتصنع عليكم، ده يومي. انا لما اجي اخدك معايا في فلوج حقيقي طويل زي ده، باخدك في يومي بالظبط ماشي ازاي، من ساعه ما اصحى، من ساعه ما احضر الشنطه، اكلي، مش لازم بقى انا مدرب اقول لك لا ممنوع العيش فانا مش هدخل عيش، لا ممنوع ان انت مش عارف ايه، حتى لما بعمل حاجه غلط غصب عني حصلت فانا بقول لك عليها انا عملتها فعلا. المهم انا ما اعرفش الفيديو ده هيوصل قد ايه، بس يعني اظن هيعدي ال 40 دقيقه. لو عجبك الرينج الحوار ال 40 دقيقه ده او الفيديوهات الطويله دي واستفدت، لا تبخل عليا يا صديقي باللايك والسبسكرايب، بانك تقول رايك في كومنت، بتقول انك عايز تسمع ايه في الفيديو الجديد، تسال في ايه في الفيديو الجديد، في الفلوج الجديد، لان انا ان شاء الله هحاول اثبت يعني فلوجين في الاسبوع على قد ما اقدر يعني. بس سلام.